كم مرة كنت بتتكلم مع زوجتك آه، واختلفتوا في حاجة بسيطة جدا ولقيتها انفجرت فيك وزعقت، ويعني الموضوع بقى يعني كبير قوي عن مجرد الاختلاف البسيط اللي كان بينكم، او ان الزوجة وهي بتكلم زوجها مجرد ان هي بتطلب طلب صغير انفجر وغضب وبدأ يزعق وكده. اكيد حصلت معانا كلنا حتى مع الاصدقاء او اي علاقة يعني احنا فيها. وبنستغرب قوي اللي بيحصل، ان احنا في العلاقات بيبقى في طرف مخلي الطرف التاني بتحصل ايه، ان انا شايله منك مثلا يعني خذلان، حزن، موقف انت استندلت فيه شويه، موقف انت جيت عليا فيه قوي، موقف ما كنتش جدع معايا فيه، موقف جرحتني فيه، مواقف مواقف مواقف. وببقى اكني في شنطه على ظهري انا ماشيه بيها، عمالة المواقف دي تتحط فيها تتحط فيها تتحط فيها، لغاية ما بيجي وقت الشنطة بتتملي على الآخر، لغاية ما خلاص بتنفجر الشنطة، بتتقطع وبتطلع الانفجار ده في الطرف اللي هو ملال الشنطة. لما يحصل ده فكر كويس قوي وراجع نفسك، لأن معنى كده إن أنت مليت الشنطة للآخر. فخد بالك ما توصلش للمرحلة دي عشان ما تخسرش الطرف الآخر.